والشغف مجرد واحد من الحاجات اللي ممكن تساعدك توصل للهدف ده، لكن هو مش الطريق الوحيد. في طرق تانية كتير قوي: الانضباط مثلا، الالتزام، الابداع والتاثير. كل الطرق دي ممكن توصلك لحياه ليها معنى. لما تبدا تطبق الكلام ده، الناس حواليك هتبدا تسالك: هو انت مبسوط؟ انت بتحب اللي بتعمله؟ انت مش حاسس انك مضطر؟ ما تردش على الاسئله دي بطريقه دفاعيه، قول لهم: انا بعمل اللي محتاج اعمله، والسعاده هتيجي مع الوقت. نهى كان اهلها بيقولوا لها: انت مش مبسوطه في شغلك؟ كانت بترد: انا بتعلم اكون مبسوطه، مش كل حاجه بتيجي جاهزه. وده كان رد حلو قوي الحقيقه. طب ازاي تعرف انك على الطريق الصح؟ مش هتعرف من الشعور، هتعرف من النتائج. لو بقيت احسن في اللي بتعمله، يبقى انت على الطريق الصح. لو بقيت الناس تطلب منك مساعده، يبقى انت على الطريق الصح. لو بقيت تحس ان ليك تاثير، يبقى انت على الطريق الصح. ادم عرف انه على الطريق الصحيح مش لما حس بشغف، لكن لما بدا يحل مشاكل معقده، لما بدا يساعد الناس، وبدا يحس انه بيفرق. الشغف مش شرط للنجاح، الشغف نتيجه للنجاح. انت مش محتاج تحب اللي بتعمله من البدايه، انت محتاج تعمله باخلاص، والحب هيجي مع الوقت. انت مش محتاج تحس بحماس كل يوم، انت محتاج تشتغل كل يوم، والحماس هيجي. مش محتاج تلاقي شغفك، انت محتاج تبنيه. عايز اقول لك حاجه اخيره مهمه: انت قد التحدي ده، وقادر تعيش حياه ليها معنى من غير ما تستنى الشغف. قادر تبدا من النهارده، وقادر تاخد قرار انك تبطل تستنى وتبدا تشتغل. وانا واثق انك لو عملت كده، هتكتشف انك اقوى مما تتخيل. هتكتشف انك قادر على حاجات ما كنتش تتخيل انك تقدر تعملها اصلا. والاهم من كده، هتكتشف ان الحياه مش محتاجه شغف عشان تكون جميله. الحياه محتاجه معنى، والمعنى انت اللي بتصنعه بايدك. ابدا بالحاجه اللي قدامك، وما تستناش الشغف. الشغف هيلحقك في طريقك. في اخطاء شائعه كتير قوي من الناس بتقع فيها لما بتحاول تطبق الكلام ده، وانا عايز احذرك منها عشان ما تقعش فيها. اول غلطه: انك تتوقع نتائج سريعه. تفتكر ان بعد اسبوع او اتنين هتحس بتحسن كبير. لا، الموضوع بياخد وقت. ادم اتحسن بجد بعد 6 شهور، مش 6 اسابيع. تاني غلطه: انك تقارن نفسك بالناس اللي بتدعي انها شغوفه. ما تقارنش نفسك بحد، كل واحد ليه رحلته وظروفه. ركز على نفسك وبس. تالت غلطه: انك تسيب اول ما تحس بملل او صعوبه. الملل والصعوبه دي جزء من الرحله، مش معناها انك في الطريق الغلط. وخليني اقول لك بقى ان في فرق كبير قوي بين الاستسلام والتعديل. الاستسلام هو انك تسيب كل حاجه وترجع لنقطه الصفر. التعديل هو انك تغير في الطريقه بتاعتك، مش في الاتجاه. سيف مثلا في فتره من الفترات حس ان شغله في العياده بقى روتيني قوي. بدل ما يسيب طب الاسنان خالص، قرر يعدل. بدا يتخصص في زراعه الاسنان، وده فتح له طرق جديده. داليا كمان لما حست ان شغلها مكرر، ما قررتش تسيب الديكور، قررت تتخصص في الديكور الداخلي للمطاعم والكافيهات، وده خلاها تتعامل مع تحديات جديده. الصبر مش مجرد فضيله، الصبر اداه لبناء الشغف. الشغف زي الشجره، لو زرعت شجره وكل يوم رحت تشوف اذا طلعت فاكهه او لا، هتفضل محبط. لكن لو صبرت عليها وفضلت تسقيها وتهتم بيها، في يوم من الايام هتلاقيها بتدي فاكهه حلوه قوي.